سامعين بمرض اسمه ABCDEFG؟ هذا مرض جديد. هذا المرض عنوانه أنك أنت تصاب بكل أنواع الاضطرابات النفسية، تتبناها وتكون فخور فيها وتمارسها بشكل يومي. هذا المرض أو هذا الاضطراب يوم من الأيام ممكن يكون اضطراب، ممكن يكون عائق أنك أنت تسوي الأشياء الطبيعية الروتينية في الحياة، ويوم من الأيام ممكن يكون هو المحرك القوي اللي يخليك تمارس نفس الأشياء اللي قبل أمس أنت ما كنت قادر تمارسها. الاضطراب هذا ABCDEFG ممكن يخليك أنت تنتهك وتمارس أشياء عبيطة وتجد نفسك عذر، ونفس الوقت ممكن أنك أنت تجد نفسك سجين نتيجة ممارسة أشياء أنت ما كنت متوقع أنك أنت يوم من الأيام راح تمارسها. ABCDEFG ما له علاج. العلاج الوحيد هو أنك تتكيف، ولازم تجبر الآخرين أن يتكيفون مع كونك أنت مصاب بال ABCDEFG. اليوم احنا في عالم بدأ الناس يتظاهرون ويحملون لواء فكرة أن يجب أن أكون مصابا بشيء معين حتى أن تتشكل عندي هوية ثقافية. بعض الناس ترى ما عنده هوية، بعض الناس ما عنده انتماء لشيء معين، بعض الناس ما عنده تبني لفكرة وهدف في الحياة، أو ما عنده ممارسات تشكل شخصيته، فلذلك هو يذهب إلى تبني فكرة حتى وإن كانت غير تقليدية أو شاذة ويجعلها هي هويته. مثل يتعصب لفريق معين ويكون كل حياته هي هذا النادي، لبسه، شكله، كلامه، طلعاته، روحاته، حتى صرفه، كله في سبيل أنه يكون تحت إطار هذا النادي. أين ذهب هذا النادي؟ شنو سوى هذا النادي؟ كم فاز؟ منو فاز؟ احنا فزنا، احنا خسرنا، احنا سوينا، احنا اشترينا، احنا بعنا. والآخرين كذلك عندما يجدون لأنفسهم مساحة حرة يستطيعون من خلالها ممارسة نوع من الحرية اللي هي بين قوسين في حدود وإطار داخلي، تتشكل عندهم هوية جمعية، social identity، هوية اجتماعية تربطهم مع الآخرين، فيجدون لأنفسهم اتصال مباشر وكأنه نوع من أنواع التميز. أنا متميز لأني أنا مصاب بال ABCDEFG، أنا مميز لأني مصاب بال OCD ADHD، مصاب لأني متميز لأني مصاب بالاكتئاب، متميز لأني مصاب بالتوحد، متميز لأني مصاب بأشياء أنت ما تعلمها لكن يجب أن تعلمها. على فكرة حتى اليوم نجد أمراض عضوية بدأت هي تنهك حياة الإنسان ويمكن علاجها من الصعوبة في مكان، الناس بدأت تتفاخر أو تتشكل بالنسبة لهم هوية أنهم يجب أن ينتمون إليها. مثل الآن بدأنا نشوف ناس تكتب في حساباتهم والله كانسر فايتر، محارب السرطان. من هو المحارب السرطان؟ هذا الشخص اللي هو مصاب الآن بالسرطان فهو يحارب السرطان. ودير بالك ترى إذا نجا من السرطان وتعالج وما زال، لأن الآن هو انتفت عنه الهوية اللي كان هو محارب السرطان، لأن السرطان انتهى، محارب سابق للسرطان، هو خاض حرب ضروس مع هذا السرطان وكأنه هو فعلا هو الذي شافه نفسه بنفسه. البحث عن هوية هو عائق وهو محير وهو فعلا هاجس عند الإنسان. يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي خلق به آدم خلاص فهم يجب أن أعبد الله سبحانه وتعالى كما أمرني أنا وزوجتي وعيالي وذريتي من بعده، فمارس هذه الحياة بهوية العابد، عابد لله سبحانه وتعالى، مأمور وهناك آمر، معبود وهناك عابد. فلذلك المسألة بالنسبة له أصبحت سهلة، ما احتاج أنه يحتار ولا أنه يفكر ولا أنه يبحث عن مسوغ له لكي يعيش هذه الحياة. الحياة سهلة، حياة أن تعبد الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك من عدم. أنت جيت من عدم، ماكو شيء من قبل ABCD والألف باء تاء ثاء، ماكو شيء في الحياة، فجيت من عدم. إذن وسيلة الشكر الوحيدة التي يجب أن تمارسها أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. شلون أمرك أن تعبد؟ تعبد. مو بس كذي، في جائزة بالأخير،
في جائزة أنت لا يمكن تحلم فيها، هي جنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان بدأ يبحث عن شيء وكأنه هي ضالة، وكأنه فاقد لأمر، وكأنه ناسي، وكأنه عادة مات وعاد الحياة من جديد وتفرمت مخه، وكأنه من جديد أنا ليش موجود؟ أنا شنو مهمتي؟ أنا شنو هويتي؟ أنا شنو لازم أسوي؟ البحث الفلسفي، الوجود والوجودية، العدمية، الاكتراثية، بدأ يصطنع أمور ما أنزل الله بها من سلطان، أمور سخيفة بدأ يعقدها، والأمور الكبيرة الحجم بدأ يسخفها، بدأ يسطح كثير من الأمور اللي هي جل اهتمامه يجب أن تكون عبادتك، صلاتك، دعائك، قنوتك، ارتباطك بالله سبحانه وتعالى. الهوية ليست أنك أنت تنتمي إلى شيء وتعيش داخل هذه الحلقة وترغم نفسك أنك أنت يجب أن تتكيف داخل هذه الحلقة وتجبر الآخرين. يا جماعة انتبهوا إلي، أنا A B C D E F G، هذا الاضطراب الذي أعاني منه هو المؤرق لي في الحياة منذ أن ولدت إلى أن أنتهي، وأنا هذا أمشي معاه وصارع يوميا وقاعد أكابد الدنيا. منو قال أن أنت حياتك وهويتك يجب أن تكون متعلقة بهذا الاضطراب، متعلقة بهذا النادي، متعلقة بهذا اللون، متعلقة بالصلع، متعلقة بالقصر، متعلقة بالشامة، متعلقة بالخشم الكبير، متعلقة بالأذن الوسيعة، متعلقة بالشعر الطايح. لا، هويتك هي أن أنت ترتبط بوجودك. وجودك هو في الحياة الأبدية. ما الذي يحقق لك الحياة الأبدية؟ أنك تعبد الله سبحانه وتعالى، تتصل به حتى ينقلك إلى العالم الآخر اللي فيه جنة أو نار. المسألة مو مسألة أنت الآن تنتمي إلى ABCD و OCD و RFG و RBG، لا، المسألة ارتباطك بهذه الهويات لن يحقق لك ذاتك أصلا، ولن يحقق لك أي شيء، لأن أنت ترتبط بهوية منفصلة ومنقطعة، فهي ليس لها أي أهمية وليس لها أي قيمة، لأنها هي منقطعة خلاص. أنت أول وتالي راح تدها، راح تتركها. أنت من ستكمل الهوية ستسقط. هذه هوية اللي أنت تبنيتها وجعلت الناس أنهم يدورون حولها. أحيانا شعورك أنك أنت تحتاج إلى هذا التميز لأنك أنت فاقد لشيء يجعلك مميز. الله سبحانه وتعالى يوم خلق الجنة ترى ما خلق جنة واحدة، خلق جنات، ما خلق درجة واحدة في الجنة، خلق درجات. حتى العبادات، حتى في حياتنا العبادات أنواع، والعبادات درجات، والأخلاق درجات، وكل هذا لكي أنت تجعل لنفسك تميز. لأن الإنسان دائما يطمع للشيء الأفضل، يريد الشيء الأحسن، يريد أن ينافس، يريد أن يفاضل، يريد أن يقارن، يريد أن يتقدم. هو إنسان كائن متغير، هو لا يثبت على شيء، ثبوته يعني موته. لذلك الله سبحانه وتعالى فهم، هو خالق لهذه النفس البشرية ويعلم ما الذي يصلح لها. أنت الآن تمتلك هذا التمييز، تمتلك أن تمارس هذا التمييز من خلال هذه العبادات ومن خلال هذه الممارسات، لكنك نحيت الجانب الآخر، أردت جانبا متميزا مختلفا. شنو السبب؟ السبب أن شعورك أن كل هؤلاء أمة فيها مليار مسلم يمارسون نفس الطقوس، يمارسون نفس العبادات والممارسات، شعورك أنك أنت غير مميز بانتمائك إلى كل هذه الطائفة، فأنت واحد من مليار. بينما لما تنتمي إلى ABCD شعورك أن لا، أن هناك طائفة أقل ازدحاما، فتجعلك أنت في محط أنظار الآخرين. الله سبحانه وتعالى ما يبيك تكون محط أنظار الآخرين في الدنيا. محط أنظار الآخرين أن تكون في درجة عالية في الجنة. محط أنظار الآخرين لما يشوفونك الناس يوم القيامة ماسك كتابك ورايح إلى الجنة. المسألة هذه بدأت تصبح مسألة وكأنها عنصر ذهاني غير موجود، ما تعيشه أنت تعيش وملتصق في الدنيا، فلذلك تبحث عن هوية دنيوية وليس هوية أخروية. الهوية أمر حتمي يجب أن تتصف به،
ويجب أن تتسم به شئت أم أبيت. هويتك تبدأ من كونك مسلم إلى أن تنتهي إلى كونك من أصحاب الجنة.